السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم ومشاكله وحكم المحكمة الدستورية العليا وبعض الألاعيب اللي بيعملها بعض المستأجرين وقانون إيجار الأماكن القديم الذي سلب الملكية من الملاك الأصليين وأعطاها بطريقة غير مباشرة إلى المستأجرين، وأصبح هو الشقة هو بياخدها كمستأجر أصلي وأولاده يقعدوا فيها وأولاد أولاده بنفس القيمة الإيجارية بدون أي زيادة. الدنيا كلها اتغيرت والدنيا كلها الحاجات الأسعار غليت فيها إلا الإيجار القديم. وشوف أجرة قديمة وأساليب بتتعمل مع الملاك، أساليب غير إنسانية يعملوها بعض المستأجرين اللي بيستفادوا من هذا القانون واللي عملوه سبوبة ليهم ومأجرين من الباطن اللي بيساوموا المالك اللي قافلها وجايب مالك يفرض يقول له خد لك قرشين واعمل لي عقد إيجار تاني وأساليب، واللي بيهد في الدكانة واللي بيهد في الشقة وممنوع الملك يخش يشوف إيه اللي بيحصل في الملك بتاعه وفلوسك هديها لك في المحكمة، أنت مالكش حاجة اطلع بره. ملاك تعبوا وملاك توفاهم الله من الحسرة إن هو بنى عشان يعيش في حياة كريمة هو وأولاده، معاش حياة كريمة. جه القانون خلاه ما عندوش حرية رأي ولا تراضي ولا أي حاجة غير إن هو يكتب عقد البيع. تقدير لجان، كان في زمان حاجة اسمها تقدير اللجان بيقدروا الأجرة، لو أنت مأجر ب10 يقول لك ب5. من حكم في مال غيره ظلم، مفيش فايدة. كانت اللجان دي هي اللي بتحدد. لو اللجان دي رحت اشتكيت وتروح قلت ده خد مني مقدم أنت وتلاتة أربعة مستأجرين تحبسوا المالك، وقلت خلوات وقلت دعم وقلت كده. طيب إيه الحل؟ قالوا نطلع قانون جديد. اعترضوا وقالوا نصور قانون جديد. اعترضوا إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا وقال لهم كده اعتداء على العدالة واعتداء على حق الملكية. لما تيجي تبص على القانون كان قانون استثنائي، قانون صدر في أوقات عصيبة في البلد وكان فيه ظروف. خلاص الظروف انتهت يبقى ننهي القانون. كان المفروض نلغيه من الأول خالص، يتلغي. قالوا حكم المحكمة الدستورية وكان وطلع حكم المحكمة، واحنا بنحترم الأحكام على دماغنا وملزمة ملزمة للدولة وملزمة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وطبقا للدستور ملزمة للجميع. خلاص هنمشي بالقانون. عايزين إيجار عادل، إيجار سوقي. الملاك تعبوا وقاسوا من الأساليب والمعاملة الغير إنسانية اللي كانت بيتعاملوا بيها. بعض المستأجرين بيقول اللي هم بيدفعوا قافلين الشقق، بيقول إيه؟ هم قافلين عشان بيساوموا، أو لو كان البيت قايل للسكوت وكده هو مش عايز يديها الملك، حاطط فيها شوية كراكيب عشان لما تقع يضحك على الدولة وياخد منها شقة يخلق داري. هو عنده كذا شقة وبيقول للدولة لازم تتأكد اللي بياخد يخلق داري ده ما عندوش حاجة. وعندنا قاعدة بيانات فيها كل حاجة دلوقتي، تعرفوا كل حاجة. في ساعة هنعرف كل حاجة عن قصة أي بني آدم، خد إيه وعنده إيه ويملك إيه. سهلة جدا. يعني بيضحكوا على المالك في حياته وبيضحكوا على الدولة لما يقول له حط له شوية كراكيب البيت هيقع وهو قافله بيدفع إيجاره ومش مستعمله، بس مستني ما ياخد إخلاء داري عشان ياخد شقة في المدن الجديدة، ودي يضحك على الدولة ويروح يبيعها. شفتوا بقى الناس يعني وصل بالناس، والملك ما يقدرش ياخد حاجة. هو الأرض بتاعته بقى يبني وربنا معاه يروح يبيعها عشان يقدر يصرف عشان مش ما خدش حاجة ما كسبش حاجة. الملك اللي كسب، المستأجر اللي كسب، اللي خد محل وعمل 5 6 محلات اللي مأجر من الباطن. المهم أحد هؤلاء المستأجرين بيقول إيه؟ هو مش في تعاقد؟ مش أنا متعاقد مع الملك أقفل الشقة أفتحها بدل ما أدفع إيجار؟ أنت مالكش عندي حاجة. بيقول بالظبط مش في تعاقد؟ يقفل الشقة ما يقفلهاش او يفتح الشقه، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله. ما انت بتكسب
ما انت قافل الشقه وحارم الناس يستعملوها، وحارم الدوله منها من ضرايب وي وانت مستفاد بيها. ده هم الملاك المستاجرين بيقولوا كده. انتوا مالكم مال الشقق؟ احنا مش بندفع ايجارها وهم مش في تعاقد. اه في تعاقد، في تعاقد ملوش اي قيمه، في قيمه ايجاريه ملهاش اي قيمه. ما تجيبش بيضه، ما تجيبش سيجارتين اللي بتشتري علبه سجاير ب 100 جنيه. ملاك اتظلموا، مستاجرين لغايه دلوقتي بيلطوا. في ناس مستاجرين محترمه قالت نحل المشكله، الايجار ده لا حرام ندفع. في ناس من دلوقتي راحت تحل مع المالك، في ناس راحت تشتري بس بسعر السوق، ما بيروحش يقولوا لا انا عشان انا قاعد وانا مستاجر وانت بقى هتبيعها لي بالعافيه بدل ما تاخد مش عارف ايه، هي المحكمه هتحكم لك بايه؟ كانوا بيقولوا كده للناس والله. يا مجلس يا نواب، كانوا بيقولوا هي المحكمه هتحكم لك بايه؟ خد لك ايجار احسن، خد لك قرشين وخلاص. وبياخدوا الشقق بالعافيه من الملاك. الشقه ب 500 ولا بمليون ياخدها هو يقول له ده انا قاعد فيها يا حبيبي. طب يا عم اديني نص النص 50% زي ما القانون اللي هو سبب البلاوي دي كلها بيتكلم 136 لسنه 81. يقول له لا يا حبيبي انت ليك الربع هديك 200. الراجل هديك 200,000 جنيه وهي بمليون. هو الراجل بقى مش لاقي حاجه وتعبان، مش عارف يجيب يصرف يرفع قضيه او يجيب فلوس من المحكمه الانذارات اللي معموله له. يقول له ماشي، خدها بالبخس ربنا هيحاسبك. اوعى تحسب ان انت كده خدت لا 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 لا. ده يعني انا يعني ايه، ده حاجه بالبخس وبتاخد بحاجه بتمن وبتصطاد في الميه العكره عشان انت عكر، مستاجر عكر. اصطدت والراجل في ازمه واستغليت هذه الازمه واشتري، ربنا مش هيسيبك ولا هيبارك لك ولا انت ولا عيالك، عشان انت خدت حاجه غصب عن واحد. والمستاجر اللي قاعد غصب عن المالك وعارف ان هو فلوسه كذا وعارف كذا وعارف كذا، ربنا هيحاسبك برضه. فالملاك إذا لم بعض المستأجرين، الملاك عايشين في المؤسسة بتاعتهم، بعض المستأجرين إذا لم تستحي فافعل ما شئت. الحياء والإيمان. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. قول بقى دي مقفولة، أنا بقى إيجار كذا، ده أنا مأجرها كذا، أنا وبرر كل المواقف. انت واخد دعم، انت واخد فلوس كذا، واخد خلو ورجل، انا اللي موظف، انا اللي عامل، انا صارف 200,000 جنيه توضيب، انا صارف 100,000 جنيه، انا اللي كنت بوضب العقار، انا اللي كنت بعمل، انا اللي كنت بعمل السلم. كلها حجج وهي للتمسك بالمكان اللي انت قاعد فيه بقيمة إيجارية متدنية. وكمان في منكم قاعد بدون وجه حق، اللي جايب خاله واللي جايب عمه اللي جايب. مهم القانون بإذن الله هيتسير وهيصدر وهينهي على كل هذه الألاعيب اللي كان فيها السبب قانون الإيجار الأماكن القديم ونفوس وتصرفات بعض المستأجرين اللي قبلوا إن هم ياكلوا مال الغير بالباطل. شكرا.